أنا كنت زمان أقوى مفترس في العالم، لكن دلوقتي أنا مستمتع بحياتي في حديقة حيوان، وبسيب حارسة جميلة تأكلني بإيدها، وده لأني أعرف سر محدش تاني يعرفه. كمان 3 أيام موجة روحية ضخمة هتضرب العالم كله. كل كائن حي هيحصل له تطور هائل، ولما اتطور أنا بدل ما أبقى مصدر خوف هتحول لدب الحديقة المشهور على الإنترنت. مش بس الحارسة الجميلة بتأكلني بإيدها، لا، ده الملايين على النت بيسموني إله الدب الرعدي. دلوقتي وأنا بتفرج ذئب رمادي متحول بيقفل فكينه على رقبة ويلو، وفي لحظة عينيا اتحولت للون الدم. للجحيم اللعب على المضمون. خلاص، مش هحبس القوة اللي بتغلي جوايا دي أكتر من كده. تحذير: أيها المضيف، تدفق المشاعر تجاوز الحد الحرج. تم رصد إرادة حماية ساحقة. نظام سيادة الرعد يتم تفعيله إجبارياً. صوت إلكتروني بارد بيرن في عقلي، وأنا الدب الكسلان اللي بالعافية بيتحرك بنفجر في حركة بسرعة مرعبة. في اللحظة اللي مخالب ملك الذئاب كانت هتلمس ويلو، خيالي الأسود نزل بقوة صاعقة واتحشرت بقوة بين ملك الذئاب وبينها. ويلو وقعت على الأرض وعينيها واسعة من الرعب. قدامها الدب اللي كان شكله أهبل ومسالم بقى واقف على رجليه الاتنين، وظهره العريض زي جبل صامد واقف بينها وبين الموت. بطرف عيني بصيت على البنت اللي متجمدة من الصدمة ورايا. طرف بقى اترسمت عليه ابتسامة مطمئنة، بعدها طلعت زئير شق السما كله موجه مباشرة لملك الذئاب. يا صعلوك، انت فكر نفسك بتعمل ايه في الحرسة بتاعتي؟ الهوى نفسه كأنه اتجمد في اللحظة دي. واضح إن ملك الذئاب ما توقعش ده، إن الدب الأسود الكسلان اللي ساكن جنبه يجرؤ ويقف في طريقه. نزل جسمه لتحت شوية، وطلع من حنجرته صوت هرير مليان تهديد. لعابه الأخضر كان بينقط على الأسفلت وبيحرقه، وفي عينيه المخلوق التخين اللي قدامه ده كان مجرد حتة لحمة أكبر شوية. من غير لحظة تردد واحدة ملك الذئاب هجم عليا زي البرق. هدفه كان واضح: يكسر رقبتي من عضة واحدة نظيفة. بؤبؤ عيني انكمش. حتى مع إدراكي الخارق، سرعة ملك الذئاب كانت خرافية، بس ما تراجعش، ما أقدرش. ويلو كانت ورايا على طول. خطوة واحدة لورا وهي هتموت، وفي لحظة أنياب ملك الذئاب انغرست في كتفي الشمال. العضة القوية اخترقت جلدي السميك والدهن، وأنيابه كانت بتحك في عظم كتفي بصوت يوجع السنان. ألم حارق سرف جسمي زي تيار كهربائي. كنت على وشك أصرخ. لو كنت دب أسود عادي العضة دي كانت هتنهي المعركة فوراً، لكني إله على وشك الاستيقاظ. عايز تعضني؟ ماشي، بس أول ما تعض ما تتوقعش إنك هتفلت. ولمعة قاسية ظهرت في عيني. زقيت كتفي جوه عضته أكتر وحبست أنيابه بعضلاتي، وفي نفس الوقت كفي اليمين السليم اترفع لفوق. انزل يا صعلوك! صرخت وأنا بنزل كفي اليمين في قوس كامل مع عاصفة من الرياح. خبطته مباشرة في جمجمة ملك الذئاب. مفيش حركات استعراضية، مجرد قوة خام صافية، وصوت طقطقة عالي غطى على كل الصريخ. مش صوت لحم بيخبط في بعضه، لا، ده كان صوت انفجار عظم بيتكسر. وفي اللحظة دي الكل لمح قوس كهربائي أزرق وأبيض خافت بيلمع على كفي. ملك الذئاب المتحول الضخم طار على جنبه من صفعة واحدة واترزع في عمود إنارة. وقع على الأرض وهو بيعوي بصوت يكسر القلب، وشراسته اللي كانت ما بتتكسرش انطفى نصها بضربة واحدة. زوي كانت واقفة على بعد وماسكة تليفونها. إيديها كانت بتترعش جامد، بس صورت كل ثانية، والتعليقات على البث بتاعها انفجرت. مستحيل، الدب ده طير ذئب متحول بصفعة واحدة. يا ترى هو قوي قد إيه؟ شوفوا الإعادة البطيئة. هل ده كان برق حقيقي على كفه؟ دينج. نقاط إعجاب من زوي زائد 100. نقاط صدمة من مشاهدي البث زائد 500. دينج.
نقاط امتنان من ويلو زائد 1000. تم توزيع حزمة المبتدئين تلقائياً. تهانينا أيها المضيف، لقد حصلت على مصل جوهر الدم. تهانينا، لقد اكتسبت المهارة السلبية الجلد الحديدي للمبتدئين. رنة النظام في عقلي كانت زي أحلى موسيقى سمعتها في حياتي. موجة حرارة حارقة دخلت قلبي وجرت في دمي لكل حتة في جسمي. الجرح اللي في كتفي الشمال اللي كان عميق لدرجة العظم باين منه بدأ يلم بسرعة ملحوظة، وفي نفس الوقت عظمي بدأ يطرقع وحجمي بضخم كبر أكتر. أنا حاسس بيها دلوقتي. ضربة واحدة من كفي ممكن تسحق أتوبيس السياحة ده وتخليه قرص معدني. على الناحية التانية ملك الذئاب حس بده هو كمان. التغيير في هيبتي والقوة القاهرة اللي طالعة من سلالتي شغلت جواه خوف غريزي بحت. هو مرعوب. المخلوق ده اللي كان محدش يقدر يلمسه من شوية دلوقتي حط ديله بين رجليه وبيجر جسمه المكسور لعمق الأراضي الخراب. لا فائدة من مطاردة عدو مهزوم. أعرف أن القتال استنزفني حتى مع هذا التعزيز، ناهيك عن أن حشد البشر حولي يتزايد. لو أظهرت الكثير من قوتي قد يأخذونني لتشريحي. حان وقت تقديم عرض تمثيلي. بدأت أترنح متظاهراً بالإرهاق تماماً، ثم انهرت على الأرض وكأني لا أقوى على الوقوف وأنفاسي ثقيلة. ويلو ركضت نحوي بدون أي تردد، والدموع كانت قد بدأت تنهمر على وجهها. ركعت بجانبي ويداها ترتجفان وهي تحاول لمس جرحي، لكنها تراجعت خوفاً من إيذائي. فين؟ هل أنت بخير؟ شكراً لك، شكراً لإنقاذك لي. ثم عانقت رأسي الضخم وهي تبكي. انغمست في ذراعيها مستمتعاً بالدفء الذي افتقدته طويلاً ورائحتها العذبة. نعم، الأمر كان يستحق العناء تماماً. ما لم أكن أعرفه هو أن المشهد الذي حدث للتو تم بثه بالفعل عبر بث زوي المباشر، وانتشر كالنار في الهشيم. باندا كونغ فو يظهر في حديقة حيوان ريفرستون. انتظر، لا، دب أسود مقاتل، لكن تلك الصفعة كانت قوية. هل هذا انهيار أخلاقي أم لحظة مجد لدب؟ في هذه الأثناء، في الجانب الآخر من المدينة، داخل غرفة مراقبة سرية، كان رجل يحدق في شرارة الكهرباء الصغيرة على مخلبي. ابتسامة بطيئة وساخرة ارتسمت على شفتي. قال: ليست طفرة بل استيقاظ مثير للاهتمام. دب أيقظ قدرات البرق. ثم أمسك بجهاز اللاسلكي. أرسلوا وحدة العمليات الخاصة، سنأخذ هذا الدب. تمت السيطرة على الفوضى في حديقة حيوان ريفرستون في غضون نصف ساعة بواسطة وحدة تكتيكية مسلحة بالكامل. ملك الذئاب المتحول الذي كان لا يقهر أصبح الآن مجرد كومة حطام في حظيرته المدمرة. تم تثبيته في الأرض بسلاسل معدنية اخترقت كتفيه، أما أنا فكنت أتلقى معاملة الملوك. حجمي وحده بالإضافة إلى القوة المرعبة التي أظهرتها كان كافياً لإخافة أي طبيب بيطري من الاقتراب مني. فقط ويلو، هذه الفتاة اللطيفة، وقفت أمامي بشجاعة وعيناها مشتعلتان غضباً وهي تصرخ في وجه فرقة من الضباط: أنزلوا أسلحتكم، لقد أصيب وهو ينقذ شخصاً. إنه بطل، أي شخص يطلق النار عليه سيتعامل معي. كنت مستلقياً هناك، لكنني أراقب كل شيء بهدوء. لاحظت عدة أشخاص يرتدون معاطف سوداء، لا رتب لا هويات، متجمعون حول جثة ملك الذئاب، يتهامسون ويجرون مسوحات بأجهزة غريبة. الإشعاع طبيعي، لكن قراءات الطاقة الروحية مرتفعة جداً. تم تأكيد طفرة من المرحلة الثانية. كثافة العضلات 10 أضعاف الذئب العادي. وماذا عن الدب؟ البيانات لا تظهر أي عامل توحش، لكن مستويات الذكاء عالية جداً.
يشتبه في أنه استيقاظ ذاتي. كما توقعت، لدى السلطات قسم خاص يتعامل مع مثل هذه المواقف. ولكي لا أنتهي على طاولة التشريح، قررت أن أتقمص دور الوحش المستيقظ الذكي تماماً. عندما اقترب طبيب بيطري بحذر لفحص جرح كتفي، لم أظهر أي عدوانية، بل تعاونت تماماً، واستدرت جانباً لأجعل الجرح مرئياً، ثم رفعت مخلبي السليم وأشرت إلى الجرح ثم إلى حقيبة الإسعافات. تجمد الطبيب البيطري. إنه يطلب مني أن أعالجه؟ مسحت ويلو دموعها وانفجرت ضاحكة. قلت لكم أن فين هو الأذكى، إنه يفهم كل كلمة. تم تصوير المشهد بعشرات الهواتف وانتشر على الإنترنت مرة أخرى، وفي هذه الأثناء كنت أنا الوحيد الذي يرى الواجهة الزرقاء أمامي. الإشعارات تتدفق. اكتمل تقييم النظام. التصنيف SS. ربحت 30,500 نقطة سيادية. حزمة المبتدئين مخزنة. هل تريد استخدامها؟ أكدت في ذهني: استخدم. دينج. تم استهلاك مصل جوهر الدم. حرارة حارقة لا توصف انفجرت في داخلي واجتاحت كل عرق في جسدي. الدهون الزائدة بدأت تحترق وتتحول إلى عضلات كثيفة. لم أستطع كبت أنين خافت. كنت أشعر بجسدي يزداد قوة كل ثانية. فراءه الأسود العادي بدأ يغطيه طبقة جديدة ذات لمعان معدني. هذه هي المهارة السلبية من النظام، الجلد الحديدي. في تلك الليلة وضعوني في حظيرة عزل معززة خصيصاً. استلقيت على كومة قش، فتحت لوحة النظام وبدأت أتصفح المتجر، وكاد لعابي يسيل. بدون تردد استبدلت النقاط بركضة الرعد وثمرتي قوة. في عالم كهذا القوة الهجومية هي كل شيء. في تلك اللحظة سمعت صوت خطوات خافتة، فأغلقت عيني فوراً متظاهراً بالموت. توقف شخصان أمام حظيرتي. كان الرجل ذو المعطف الأسود ومعه مدير الحديقة المتوتر. نظر إليه المدير بقلق بالكاد يخفيه وقال: ريكس، هل أنت متأكد أن هذا الدب آمن؟ الذئب السابق كاد يدمر المكان بأكمله. ريكس يولع سيجارة، ياخد نفس بطيء ويطلعوا حلقة دخان بتدوب في ضوء القمر. بيقول إن الذئب ده تم إفساده بشكل سلبي. الطاقة الروحية حرقت عقله، وكل اللي كان يعرفه هو القتل. لكن الدب ده كل قراءاته مستقرة بشكل يثير الريبة. يقرب مني وعيونه مركزة عليا وأنا عامل نفسي نايم. وفجأة بيتكلم: أنا عارف إنك فاهمني، بطل تمثيل. قلبي بيدق جامد، بس بكمل في الشخير المصطنع. ولزيادة الحبكة بهرش مؤخرتي واتقلب واديهم ظهري. ريكس بيضحك ضحكة خفيفة وبيقول: الفيديو بتاعك وانت بتنقذ الست دي انتشر خلاص. في ناس مهمة كانت عايزة تاخدك عشان تشرحك، وانا اللي منعت ده. وهنا نبرة ريكس بتتغير. الطفرة الروحية هنا والوحوش المتحولة بتزيد. البشرية محتاجة حلفاء، أو بالأحرى محتاجة مثال، حاجة توري العالم إن الوحش المتحول ممكن يكون صديق. أنت عندك ذكاء ومبادئ وبتحمي البشر. ودي حاجة قيمة جدا. ريكس بيقف، بيمد إيده في معطفه وبيرمي بلورة حمرة غامقة جوه القفص. دي النواة البلورية اللي طلعناها من جمجمة ملك الذئاب. اعتبرها مكافأة، كلها وخليك أقوى. وبعدها بيلف ويمشي بعيد. بستنى لحد ما صوت خطواتهم يختفي تماما، وبعدين بفتح عيني ببطء وبص على النواة البلورية الحمراء اللي مرمية في القش. الراجل ده ريكس ذكي جدا. بمد مخلبي آخد البلورة وابلعها مرة واحدة. مع أول خيط من نور الفجر بيدخل بيت الدببة، بصحى فجأة على صوت صريخ قرود عالي. بفتح عيني
ولاقي دستة قرود فوق الصخور بره قفصي. القرد اللي في المقدمة حجمه كبير بشكل غريب ولون فرو ذهبي محمر فاقع، وبيرمي صخرة مباشرة على جدار القفص بتاعي. ده ملك تلة القرود. هو شاف إني مصاب ومحبوس، وشايف إن دي فرصته عشان يفرض سيطرته على حديقة الحيوان كلها. قشرة موزة متعفنة بتلزق على جبهتي بالضبط. ضرر بسيط وإهانة ما بعدها إهانة. بره القفص أبو فرو أحمر بيهرش ودانه وراسه بانتصار وبيستعرض قدام جماعته، والقطيع كله بينفجر في صيحات وهيصة. بمسح قشرة الموز من على وشي ببرود، وبقوم أقف على رجلي ببطء. بمشي لحد القضبان الحديدية ومد إيدي الاتنين، وأمسك في سيخين حديد كل واحد فيهم بسمك دراع راجل. تحت نظرات أبو فرو أحمر المرعوبة، القضبان الفولاذية دي بتتني في إيدي زي المكرونة. بخرج من بينهم في ضوء الصبح. طولي اللي قرب من 2.5 متر عمل ظل ضخم بلع أبو فرو أحمر بالكامل. وفجأة القطيع الصاخب سكت تماما في لحظة واحدة، والغرور اللي على وش أبو فرو أحمر اتحول لصخرة. صحيح هو متحول، بس هو مجرد أقوى وأسرع شوية من القرد العادي. عمره ما شاف كائن بيتني الحديد بإيده بس. أبو فرو أحمر بلع ريقه بصعوبة، وكل غرايزه بتصرخ فيه عشان يهرب. أنا من جوايا ضحكت بسخرية. جسمي الضخم بينطلق لقدام بسرعة الفهد، وفي لمح البصر كنت عند قاعدة الصخور. أبو فرو أحمر صرخ وحاول يتسلق الشجرة بسرعة. رحت ضارب الشجرة بمخلبي، الشجرة اللي محتاجة 3 أشخاص عشان يلفوا دراعاتهم حواليها. اتهزت بعنف وورق الشجر وقع زي المطر. قبضة أبو فرو أحمر اتخدرت في لحظتها. مسكته فلتت ووقع على طول، وقبل ما يوصل الأرض مخلب ضخم مسكه. مسكت أبو فرو أحمر من قفاه كأنه كتكوت صغير ورفعته في الهواء. فضل يتلوى بجنون ويخربش دراعي، لكن مع تفعيل جلدي الحديدي ما قدرش حتى يخدشه. بالعكس، ضفر من ضوافره هو اللي اتكسروا. أبو فرو أحمر طلع صرخة يأس بيطلب فيها الرحمة. أنا ما قتلتوش، اللي أنا عايزه هو الخضوع والنظام. برفع أبو فرو أحمر وبص بنظرة شاملة على القطيع اللي بيرتعش، وبعدين على الخنازير البرية والحمير الوحشية وباقي الحيوانات اللي بتتفرج من أقفاصها. بعدها بمد مخلبي التاني، أشاور على أبو فرو أحمر، وبعدين أشاور على الأرض، وبعدها بطبطب على راسه بالراحة. الرسالة واضحة جدا: اركع واتبعني. أبو فرو أحمر بقى شكله كأنه خد عفو ملكي. أول ما نزلته على الأرض سجد بالكامل وهو بيرتعش عند رجلي، حتى إنه طلع خوخة كبيرة كان مخبيها وقدمها لي بإيديه الاتنين. أخدت الخوخة وقضمت نصها بصوت عالي، وفي اللحظة دي سمعت صوت خطوات سريعة بتقرب. ويلو دخلت بسرعة ومعاها كام حارس أمن، وشها اصفر لما شافت القضبان المتنية ونادت بخوف: فين؟ انت رحت فين؟ وبعدها شافت المشهد السريالي ده. أنا قاعد في نص الحديقة تحت الصخور زي الملك باكل خوخة، بينما أبو فرو أحمر أكتر كائن مستفز في الحديقة كلها قاعد ورايا بابتسامة متذللة وبيطبطب على ظهري بحرص. ويلو اتجمدت في مكانها وبعدين انفجرت في الضحك. التوتر اللي كانت شايلاه أخيراً فك. شكل فين بتاعنا مش بس بطل، ده قائد بالفطرة. على مدار ال3 أيام اللي بعد كده، حديقة حيوان ريفرستون بقت أشهر مكان على الإنترنت. روتيني اليومي كان أكل، نوم، أضرب أبو فرو أحمر، وأعمل كام بوز جامد للدرونات. يبان الموضوع مريح، بس في الحقيقة أنا كنت بتطور بدون توقف. أشعر بها تتدفق، كل زائر منبهر، كل هاشتاج جديد يتحول إلى سيل لا يتوقف من نقاط السيادة. خلال 3 أيام نقاط سيادتي تخطت 10,000. استثمرت كل نقطة في جسدي ومهاراتي.
عندما تضرب موجة الطاقة الروحية سأكون مستعداً. في وقت متأخر من الليلة الثالثة تحول القمر إلى بنفسجي شاحب غريب. استيقظت فجأة، قفزت من نومي. نفس الإحساس الحارق ضربني مجددا، أقوى ب10 مرات من المرة الأولى. تركيز الطاقة الروحية في الهواء وصل إلى نقطة الانفجار. كان كالضباب الصلب الذي يغطي حديقة الحيوان بأكملها. من حظيرة الأسود والنمور المجاورة سمعت هديراً منخفضاً ومؤلماً، وقرود تل القردة كانت تصرخ بجنون. حتى أفراس النهر في البحيرة كانت ترتطم بالشواطئ. كل حيوان كان يعاني من عذاب التطور. صررت على أسناني، استبدلت نقاطي بإكسير التطور المطلق من النظام، وظهرت القارورة الذهبية في فمي. سحقتها بين أسناني. كان الأمر أشبه بانفجار قنبلة نووية بداخلي. الطاقة الذهبية والقوة الروحية البنفسجية تصادمتا داخل جسدي، ثم اندفعتا معا نحو قلبي. هناك تكثفتا في بلورة ذهبية واحدة. لقد تشكلت جوهرة شيطانية. هذه قفزة نوعية. لقد عبرت عتبة الوحش المتحول إلى شيء أبعد بكثير. لا أعرف كم من الوقت استمر الأمر. الألم بدأ يختفي ببطء، وفي مكانه شعور بالقوة لم أشعر به من قبل. نهضت على قدمي، شعرت بالقوة تتدفق بداخلي. إذا لم أكبح حالتي الآن، مجرد وقوفي هنا سيكون كافياً لقتل أي مفترس عادي من الخوف وحده. فجأة سمعت شيئاً غريباً، خطوات قادمة من اتجاه البوابة الخلفية. 7 أو 8 أشخاص بملابس تكتيكية سوداء ضيقة، يرتدون نظارات للرؤية الليلية. كانوا يتسلقون الجدار ويهبطون للداخل. كانوا يحملون بنادق مهدئة كاتمة للصوت وقاذفات شباك. الذي في المقدمة أشار وهمس: المعلومات مؤكدة. الليلة هي ذروة الموجة الروحية. كل وحش متحول سيكون في أضعف حالاته. الهدف الأول: الدب الأسود من نوع البرق. العميل يريده حياً. السعر 50 مليوناً. الهدف الثاني: القرد المتحول ذو الفراء الأحمر. أمسكوا به أيضاً، تحركوا بسرعة، لا تنبهوا السلطات. هؤلاء صيادون غير شرعيين، أو بالأحرى مرتزقة تم استئجارهم للقبض على الوحوش المتحولة لتجارب منظمة غامضة. لمعة باردة وجائعة ظهرت في عيني. لقد أنحيت تطوري للتو، وقد سلموا أنفسهم بالفعل إلى عتبة بابي كأكياس ملاكمة. انزلقت بصمت في الظلام. بدأت رحلة الصيد. على تل القردة كان ريدفور ملتفاً داخل شجرة مجوفة، يتألم من تطور الموجة الروحية في أضعف حالاته. فجأة سقطت شبكة ضخمة من السبائك الشائكة من الأعلى وأحكمت حوله في لحظة. صرخ ريدفور في رعب محاولاً تمزيق الشبكة، لكنها كانت مكهربة. تشنج بعنف والزبد يخرج من فمه. اقترب أحد المرتزقة بابتسامة باردة، مصوباً بندقية المهدئ نحو رقبة ريدفور. إذن هذا هو ملك القرود المتحول. ليس شكله بالمبهر. بينما كان على وشك إطلاق النار، انشق الهواء فجأة بفرقعة كهربائية حادة وبالكاد مسموعة. قبل أن يتمكن المرتزق من الرد، شعر بضغط ساحق بوزن جبل يهبط عليه من الأعلى. نظر إلى الأعلى بالغريزة. آخر ما رآه كان زوجاً من عيون الوحش تشتعل بنار ذهبية في الظلام، ومخلب دب ضخم ملفوف ببرق أزرق أبيض متلألئ. لا تقنية، مجرد قوة حركية خالصة. قفزت من ارتفاع 5 أمتار من على الصخور، مستخدماً قوة الجاذبية الكاملة لأغرس مخلبي في خوذته المضادة للرصاص. خوذة الكيفلار عالية الجودة، المصممة لإيقاف طلقات البنادق،
تهشمت مثل قشرة بيضة. المرتزق لم يتمكن حتى من الصراخ، لقد دفع في الأرض مثل مسمار، واختفى نصف جسده في التربة. رد فعل المرتزقة الباقين كان سريعاً، تفرقوا على الفور وأسلحتهم تطلق النار، لكن في اللحظة التي أطلقوا فيها كنت قد اختفيت بالفعل. الآن أتشبث بواجهة الصخرة بيد واحدة مثل سحلية عملاقة، وبالأخرى أطلقت 3 شفرات رعدية متلألئة بالكهرباء. هذا هو التطبيق بعيد المدى لتقنية تمزيق الرعد. فقد 2 من المرتزقة أذرعهما في قطوع نظيفة وفورية. الجروح تفحمت باللون الأسود، لم يتدفق دم لأن الحرارة أحرقتها عند التلامس. في هذه اللحظة لم أعد تميمة حديقة الحيوان اللطيفة الصغيرة. أنا الصياد، المفترس الأسمى المستيقظ في هذه الغابة الخرسانية. صرخ قائد المرتزقة في ذعر: المعلومات خاطئة، هذا ليس وحشا متحولا عاديا، هذا وحش شيطاني. أسلحة ثقيلة، RPG، أقضوا عليه. رفع أحد المرتزقة قاذفة صواريخ مدمجة وصوبها نحوي على الصخرة، لكن في اللحظة التالية امتدت يد كبيرة مكسوة بالفراء من الظلام ولفت فوهة القاذفة بلطف. استدار المرتزق في رعب. قابل وجها يبدو ودودا، لكنه لا يشعر بأي ود. مارست القليل من الضغط فقط. أنبوب الإطلاق المصنوع من سبائك التيتانيوم سحقته مثل علبة صودا. الصاروخ بالداخل انضغط وانفجر داخل الماسورة، محدثا دويا هائلا. الانفجار بيرمي المرتزق ده بعيد عني، وفي قلب العاصفة دي جسمي كله بيلمع ببريق ذهبي معدني غامق. دراعاتي من حديد وجسمي من برونز. واقف مكاني، محدش لمسني، والنور الأحمر في عيوني بيزيد. أنا ما بقتش أتهاون أبدا، وانطلقت في وسطهم زي الصاعقة. دي كانت مجزرة من طرف واحد حرفيا. المرتزقة دول بكل أسلحتهم قدامي دلوقتي مفيش فرق بينهم وبين أطفال ماسكين عصيان. بعد دقيقة واحدة المعركة خلصت. الجثث مرمية في كل مكان، ناس أطرافها مقطوعة وناس مغمى عليها، باستثناء أول واحد حظه كان سيء. أنا ما قتلتش أي حد تاني. ومن بعيد صوت عربيات الشرطة بيقرب. ريكس وصل مع وحدة العمليات الخاصة بتاعته. بصيت على المجزرة اللي على الأرض، وبعدين لمحت ريدفور لسه محبوس ومرعوب في الشبكة. رحت ناحيته وقطعت شبكة الصيد المكهربة دي بإيديا الاتنين. ريدفور كان هيبكي من الفرحة وحاول يلزق في رجلي، بس أنا زقته بعيد بقرف. وشفت ريكس جاي، نظرتي اتغيرت على طول. رميت نفسي على الأرض ولطخت وشي بشوية تراب، وكورت نفسي في ركن بأحسن تمثيلية ممكنة، إني مصاب ومرعوب لأقصى درجة. لما ريكس اقتحم المكان، اللي شافه كان فرقة مسلحة بالكامل متدمرة من غير سبب واضح، بينما الدب الأسود المسكين والقرد متكومين على بعض بيرتعشوا. ريكس خد نفس طويل وسكت للحظة. انسحبوا، خدوا الناس دي للتحقيق. قولوا للناس إن الليلة دي كانت تدريب لمكافحة الإرهاب. وبالمناسبة، المرة الجاية امسح الدم من على كفوفك قبل ما تعمل نفسك ميت. وأنا بحاول أخبي كفي اللي عليه دم ورا ظهري وبرمش بعينيا ببراءة. ريكس هز راسه، بس كان في لمحة تسلية في عينيه. شغل كويس، كان نفسي أخلص من المجموعة دي من زمان. لو الليلة اللي فاتت كانت دم وضلمة، فالنهاردة يوم الشمس. بعد ليلة من التصليحات الطارئة، حديقة حيوان ريفرستون أعلنت إعادة فتحها. الساعة 9 الصبح كان في حشد ضخم قدام بيت الدببة. ويلو كانت حاطة شوية مكياج ولابسة يونيفورم جديد، بتتكلم مع كرة بث مباشر عالية الدقة بتطير في الهواء. أهلا بالجميع، أنا مضيفتكم وحارسة فين، ويلو. اللي هتشوفوه دلوقتي هو أعظم كنز في حديقتنا. فين الأوحد والوحيد اللي سحق ملك الذئاب من يومين بس. الكاميرا راحت على المنصة الصخرية.
كنت مستلقي هناك بأكتر وضعية أنيقة ممكن تتخيلوها، ممدد على كرسي مخصوص متدعم. بعد تطور الليلة اللي فاتت، طولي استقر على حوالي 3 متر. فراء الأسود كان ناعم زي الحرير، وعشان أمشي مع البث المباشر قررت أوري العالم شكل الكائن الذكي بجد. لما كاميرا الدرون قربت مني ما خبطتهاش ولا اتخضيت زي أي حيوان عادي. بهدوء مديت كف اليمين وعملت علامة النصر للكاميرا. البث سكت تماما لمدة 3 ثواني، وبعدين التعليقات انفجرت. مستحيل، ده بيعمل علامة النصر، سكرين شوت بسرعة، اللحظة دي هتتكتب في التاريخ. ده كائن متسامي تماما. انسوا بقى قاعدة إن الحيوانات مش ممكن تبقى آلهة. دينج، نقاط صدمة من المشاهدين زائد 2000. دينج، نقاط إعجاب زائد 3000. وأنا بسمع الرنات دي في دماغي حسيت بموجة من السعادة الخالصة. ده مش بث مباشر، دي عملية حصاد نقاط سيادة. وبينما البث في أعلى مستوياته والهدايا بتنزل، كل حاجة اتغيرت. صوت تحطم مدوي جه من بيت الزواحف القريب. الأرض اتهزت والزوار بدأوا يتخبطوا في بعض. الجدار الخرساني الضخم لبيت الزواحف انفجر لبره، ومن وسط التراب كائن ضخم ومذهل بيسحب نفسه لبره. ده تمساح، بس مش أي تمساح، طوله أكتر من 8 متر، تمساح متحول من المرحلة التانية. التمساح طلع صوت فحيح عميق. عيونه الباردة ركزت على أكبر تجمع للناس، الساحة اللي قدام بيت الدببة بالظبط. مشهد البث المباشر المبهج اتحول لمشهد فوضى في لحظة. الزوار بيصرخوا وبيجروا في كل اتجاه، تدافع على وشك إنه يحصل. وشويله بقى شاحب، اتحركت تلقائيا عشان تخلي الناس. وبعدين أدركت إن التمساح متجه ناحيتها مباشرة. دلو اللحمة عالي الطاقة اللي في إيديها بريحته المركزة من الطاقة الروحية كان عامل جذب لا يقاوم لمفترس لسه متطور. إغراء مميت. على المنصة الصخرية قمت ببطء، كل ده عشان حتة لحمة بس. ما كنتش ناوي أتدخل، بس الزاحف القبيح ده عنده الجرأة يهدد حارستي. لو عايز تموت قوي كده هحقق لك أمنيتك. اتحركت المرة دي، مفيش أي تهاون. جسمي الضخم اللي عليه علامات ذهبية ضرب الأرض برجل واحدة، وانطلقت زي قذيفة مدفع ذهبية. قطعت عشرات الأمتار في لحظة، ونزلت في نص الساحة من بيت الدببة في قفزة واحدة. قفزة نزلت بالظبط بين ويلو والتمساح المتحول. التمساح وقف، واضح إنه اتفاجئ. ما توقعش إن في أي فريسة هتقف في طريقه. فتح فكه على وسعه عشان يعمل لفة الموت ويصحى أي حاجة بتمنعه. شوفوا هالابتسامة الساخرة، هو يعرفها زين. ضد القوة المطلقة كل التقنيات مجرد حركات استعراضية. وفجأة برق يخطف الأنظار يغلف ذراعيه، وشحنات كهربائية تتلوى في كل مكان حوله. يمد يديه، واحدة فوق والثانية تحت، ويطبق بقوة على فكي التمساح العلوي والسفلي. اللحظة دي الزمن كأنه يتجمد. تخيلوا المشهد يا جماعة. دب رعدي طوله 10 أقدام يفتح فكي تمساح طوله 8 أمتار بيديه العاريتين. منظر وحشي، لكن فيه جمال رهيب يخلب الأبصار. يطلق زئيرا هائلا، وذراعاه تنتفخان كأنهما أقفاص حديدية. تيار كهربائي ضخم يتدفق عبر فم التمساح إلى داخل جسده. هذا التيار يشل جهازه العصبي في لحظة واحدة. قوة العضة الأسطورية هذه تنهار تماما، ثم يقلب التمساح، يمسكه من ذيله ويرميه بقوة على حوض الزرع الخرساني المجاور. قد تكون قشوره صلبة، لكن تحت هذه الصدمة الوحشية تحطمت أعضاؤه الداخلية بالفعل.
يستمر في أرجحته كأنه كيس مهترئ حتى يتوقف ذلك التمساح المتحول المرعب عن الحركة تماماً ويسقط ككلب ميت. يقف فوق جثته، والبرق يلتف حول جسده بالكامل كأنه مزيج بين إله وشيطان. يوجه نظره ببطء نحو الكاميرا بعيون باردة وآمرة. في هذه اللحظة ينفجر الإنترنت بأكمله، واسم إله الدب الرعدي يتردد في جميع أنحاء العالم في هذا الصباح المشرق. بعد 10 دقائق من القتال في مكتب مدير حديقة الحيوان، كان الجو غريبا جدا. على أحد طرفي المكتب يجلس ريكس قائد وحدة العمليات الخاصة، وعلى الطرف الآخر يجلس دب. كان يجلس منتصبا في كرسي ضخم مقوى ممسكا بزجاجة صودا فاخرة، يفتح غطاءها بسهولة ويشربها دفعة واحدة، ثم يطلق تجشؤا قويا. تقف ويلو بجانبه متوترة بصفتها المترجمة الوحيدة. ريكس يكسر الصمت أولاً. سيد فين، هل يمكنني مناداتك بهذا الاسم؟ يضع الزجاجة جانباً ويهز رأسه قليلاً. خبيران في الغرفة كادا أن يقفزا من مقعديهما وهما يريان دبا يهز رأسه استجابة للكلام. تحت أنظار الجميع المصدومة يمد مخلبه ويكتب عدة أحرف كبيرة على الشاشة: الشروط. تضيق حدقتا عيني ريكس قليلا. إنه يستطيع الكتابة. هذا ليس مجرد ذكاء، بل هو دليل على تعليم بشري. يدرس ريكس الموقف ثم يصبح جاداً. حسناً، الشروط. لقد أثبتت قيمتك. نحن مستعدون لمنحك مكانة رسمية. اذكر مطالبك. فيكتب: أولاً، لحم، الكثير منه، لحم وحوش متحولة. ثانياً، الحرية، لا تشريح، لا أقفاص. ثالثاً، احميها. ويشير إلى ويلو. تنظر ويلو إلى الكلمات على الشاشة وتحمر عيناها على الفور. يلقي ريكس نظرة على ويلو ويهز رأسه بجدية. موافق. سيتم وضع ويلو مباشرة في وحدة العمليات الخاصة كمسؤولة مدنية، وستحصل على حماية أمنية على المستوى الوطني. هي حلقة الوصل بيننا، إن لمستموها فأنتم تلمسون الإمبراطورية. وهنا يبتسم دبنا. هذه المفاوضات بين الأجناس المختلفة سارت بسلاسة أكثر من المتوقع بكثير، ولكن بينما كان يستمتع بشعور الرضا بمركزه الرسمي، فتح ريكس جهاز العرض. تظهر خريطة عبر الأقمار الصناعية على الحائط. يشير ريكس إلى منطقة تشتعل باللون الأحمر البنفسجي الغامق على الخريطة. بعد الاندفاع الروحي الليلة الماضية، رصدت أقمارنا الصناعية نشاطاً حرارياً هائلاً في هذه المنطقة. بناء على تحليل تذبذب الطاقة، هناك ملك حقيقي ينهض هناك، ويبدو أنه يجمع جيشاً من الوحوش متجهاً مباشرة نحو مدينة ريفرستون. يحدق في تلك المنطقة. تختفي الراحة من عينيه. يمكنه أن يشعر به. حضور مألوف وغير سار بتاتا قادم من ذلك الاتجاه. ذئب، شيء أقدم، أكثر وحشية، ومشبع برائحة الانتقام. دين. انطلقت المهمة الرئيسية. مقدمة لمد الوحوش. ملك ذئاب جديد ينهض. سيقود عدداً لا يحصى من الوحوش المتحولة لتدمير مدينة بشرية. وبصفته إله الدب الرعدي، يجب على المضيف توجيه ضربة حاسمة قبل اكتمال تشكل مد الوحوش. مكافأة المهمة: فتح مهارة مجال الرعد، والحصول على دليل لعشبة تغيير الشكل. تلمع عيناه على الفور. هذا يعني أنه قد يتمكن من العودة إلى هيئة بشرية، حتى لو كان ذلك مؤقتاً. ينهض على قدميه ويطلق زئيراً مليئاً بالروح القتالية. اعتبروا الأمر منتهياً.
كان من المفترض أن تكون ليلة مدينة ريفرستون مضاءة بالنيون ومليئة بالحياة، لكن الآن صفارات الإنذار بالغارات الجوية تطغى على كل شيء. هذا ليس تدريباً، هذا إنذار أحمر من أعلى مستوى. داخل المكتب المحصن في حديقة الحيوان كان الجو خانقاً. يحدق ريكس بتركيز في الشاشة الكبيرة على الحائط. تعرض الشاشة انهيار خط دفاع المنطقة الشمالية بأكمله لمدينة ريفرستون. يستدير ريكس، عيناه محمرتان وصوته خشن. خلف خط الجسر الشمالي تقع أكبر منطقة سكنية في المدينة. إذا انهار هذا الخط سيموت 100,000 شخص. أسلحتنا الثقيلة لا يمكنها الانتشار في تلك المنطقة. فرقة المستيقظين تعاني من نقص حاد في الأفراد. نحن بحاجة إلى شيء يمكنه تحمل الضربات والرد بقوة، شيئا يمكنه التحرك عبر التضاريس الضيقة لذلك الجسر وكأنها أرض مفتوحة. يتوقف ريكس، لا يقول كلمة أخرى. كل ما يفعله هو الانحناء، انحناءة عميقة ومقصودة. يسود الصمت المكتب. ينتظر ل3 ثوان ثم ينهض ببطء. جسدي العملاق ألقى بظل هائل تحت الأضواء. أطلقت زئيرا خافتا ثم اتجهت نحو الباب، والجميع فهموا الرسالة. تقدموا الطريق. بعد 5 دقائق خرجت شاحنة نقل ضخمة ومعدلة من حديقة الحيوان. صندوق الشحن كان مفتوحاً، لأنه لا توجد أي ناقلة مغلقة يمكن أن تحملني بحجمي الحالي. وقفت في الشاحنة مثل برج من حديد أسود، والرياح تلاعب فرائي الذهبي، وعلامة الرعد على صدري تومض في الظلام. عند قدمي كان القرد ذو الفراء الأحمر جاثما، يمسك بقضيب معدني وأسنانه تصطق من الخوف. نهاية الجسر الشمالية ابتلعها طوفان الوحوش، خنازير متحولة تقتحم الحواجز وكأنها دبابات، وقطط برية متحولة تقفز بين السيارات المهجورة لتصطاد الجنود. ثم قفز جسدي الأسود الضخم من الشاحنة وارتطم بالإسفلت بقوة هزت العظام. الموجة الصدمية شققت الطريق وأطاحت بالعديد من الكلاب البرية المتحولة في الهواء. انقشع الغبار. وقفت أنا، دب بطول 10 أقدام على قدمي الخلفيتين، في مواجهة طوفان الوحوش المتجه نحوي. أخذت نفساً عميقاً، صدري ينتفخ، وعلامة الرعد تشتعل بضوء أزرق لامع. مهارة زئير الترهيب. زئيري حمل معه صوت الرعد. موجة صوتية نقية اجتاحت الجسر بالكامل في لحظة. عشرات الوحوش في المقدمة أصيبوا بالصدمة، والدماء تنزف من كل مكان. وترنحوا حتى توقفوا. طوفان الوحوش الهائج توقف تماماً لثانية كاملة بسبب زئير واحد مني. حركت رقبتي وسمعت صوت طقطقة سريعة. لم ألتفت حتى لأنظر إلى البشر المذهولين خلفي. رفعت ذراعي ببطء، والبرق يلتف حولهما كثعبانين كهربائيين. ثم جاء صوت ريكس من راديو الشاحنة، خشناً ومبحوحاً. اسمعوا جميعاً، هذا هو دعمنا. هذا هو وحش الإمبراطورية الحارس. تحركوا معه، ردوا الهجوم. اشتعلت المعركة على الفور. خلفي رشاشات الجيش الثقيلة صنعت جداراً من النار. الرصاص انهمر على الوحوش كالمطر، لكن هذا كان مجرد دعم. اللاعب الحقيقي هو من يقتحم الحشد. أنا الآن دبابة حية، لا أحتاج للمراوغة. كل ضربة مني مميتة. بضربة واحدة انشقت جمجمة خنزير متحول يزن 300 كيلوغرام. لم يصرخ حتى قبل أن يتحول إلى فتات. 3 قطط برية حاولت التسلل قطعت إلى نصفين بشفرات الرعد. كان القطع ناعما كالزجاج. كلما قاتلت شعرت بالحياة أكثر. هذه هي إثارة القوة. لكن فيضان الوحوش كان ساحقا، وكأنه لا ينتهي.
استمروا في الهجوم يدوسون على جثث رفاقهم، وبدا أن هناك ذكاء أعلى يوجههم. بدأوا بتقسيم ساحة المعركة تكتيكياً. مجموعة من النيص المتحول المغطى بالأشواك أوقفت هجومها فجأة. استداروا وأعطوني ظهورهم، ثم انطلقت الأشواك من ظهورهم مثل وابل من السهام. هذا الهجوم بعيد المدى كان مشكلة. جلدي يمكن أن يتحمله، لكن خط الدفاع خلفي والمدنيين لا يستطيعون. ريد فور، إلى العمل! زأرت. القرد الذي كان فوق الشاحنة فهم الرسالة على الفور. أمسك بحفنة من القنابل أخذها من الجنود القتلى ونزع دبابيس الأمان، ورماها بدقة قاتلة في وسط مجموعة النيص. الانفجار حطم تشكيلهم. استغليت اللحظة ودفعت بقدمي بقوة في الأرض، وقذفت جسدي الضخم عاليا في الهواء مغطيا أكثر من 10 أمتار، وهبطت في قلب تجمعهم. غرست يدي في الأسفلت ورفعته. اقتلعت قطعة من الطريق بعرض عشرات الأمتار، وألقيتها على أكثر من 10 منهم. سحقتهم تماما. لكن الأزمة لم تنتهي. نسور متحولة كانت تحلق عاليا، تنتظر فرصة في الدفاعات الأرضية. الآن انقضوا. هدفهم لم يكن أنا، بل حافلة المدرسة خلف الجسر المليئة بالأطفال. اللعنة، أنا محاصر. الحافلة تبعد أكثر من 100 متر. مستحيل أن أصل إلى هناك في الوقت المناسب. في هذه اللحظة الحرجة اتخذت قراراً يائساً. قررت ألا أحتفظ بشيء. استدعيت الجرم الشيطاني الذي تشكل للتو داخلي، وسكبت كل ذرة من طاقتي الروحية في علامة الرعد على صدري. تحذير النظام: الطاقة الزائدة قد تدمر القنوات الداخلية. لا أهتم. افتحها. اتسعت عيناي، صفقت بكفي معا، ثم دفعتهما نحو السماء. مجال الرعد. انفجار هز العالم. انطلق من حولي عمود من البرق الأزرق البنفسجي بعرض 50 مترا من الأرض ومزق السماء. النسور المتحولة التي انقضت لم تتمكن حتى من الصراخ. احترقوا في البرق وتحولوا إلى فحم في لحظة واحدة. تأين الهواء حولي مشكلا حلقات مرئية من التموجات قضت على كل وحش ضعيف في نطاق 100 متر. تهانينا أيها المضيف، تم إيقاظ قوة المهارة. النموذج الأولي لمجال الرعد. الحالة الحالية: الطاقة مستنفدة، وضع ضعيف ل30 ثانية. يختفي البرق. أسقط على ركبة واحدة وألهث بشدة والدخان يتصاعد من جسدي. تلك الضربة كانت مذهلة، لكنها استنزفتني بالكامل. موجة الوحوش حولي اهتزت حتى النخاع. لا يجرؤ أحد على التقدم. داخل حافلة المدرسة خلف الخط يتدافع الأطفال نحو النوافذ، يحدقون في هذا الشخص. هذا الخيال الذي يشبه إلها هبط من السماء، أفواههم مفتوحة على مصراعيها. تهمس فتاة صغيرة. هل هذا بطل خارق؟ الصبي الصغير بجانبها يشد قبضتيه وعيناه تلمعان بالدموع. لا، هذا هو إلهنا الدب، إله الرعد الدب. لكن في لحظة ضعفي هذه، شفرة رياح فضية. ألوي جسدي بسرعة ساحبا رقبتي الضعيفة من مسارها لأتلقى الضربة على أسمك درع لي، ظهري. أصرخ من الألم وأترنح على الأرض. أنظر بحدة للأعلى نحو العوارض الفولاذية في قمة الجسر. يقف هناك ذئب أكبر من ملك الذئاب الذي واجهته من قبل، جسده بالكامل مغطى بفرو فضي لامع، كل خصلة تتدفق كالمعدن السائل في ضوء القمر، وعلى جبهته قرن واحد يتوهج بضوء عنصر الرياح الأخضر الباهت. تحذير: تم اكتشاف كائن حي عالي الخطورة. الهدف: ملك الذئاب العاوي الصقيعي، سيلفر مون. المستوى: ذروة المرحلة الثانية، على بعد خطوة من جنرال شياطين.
السمات نوع مزدوج من رياح وظل. تصنيف القتال خطير للغاية. التوصية: أهرب فوراً. قلبي يهبط، لقد وصلت بالكاد إلى ذروة المرحلة الأولى. حتى بمساعدة النظام فإن فارق القوة هذا مميت. يرفع سيلفر مون رأسه للخلف ويعوي. العواء يضرب كل جندي بشري على الجسر. يسقطون جميعاً، يضغطون على آذانهم ويصرخون. حتى ريد فور قذف من مخبئه، يتلوى على الأرض ويمسك برأسه. هذه حركة لتصفية الساحة. إنها رسالة للجميع. ما سيأتي بعد ذلك هو معركة بين الملوك. أيها الصغار، ابتعدوا عن الطريق. أنهض ببطء عن الأرض. ألتقي بنظرة سيلفر مون، ثم يتحرك. إذا كنت أنا القوة المطلقة، فإن سيلفر مون هو ذروة السرعة. كاد أن يختفي في لحظة ويعاود الظهور أمامي في اللحظة التالية. مخالب فضية ضخمة تتبعها شفرات رياح تنقض مباشرة نحو قلبي. سريع جدا، بالكاد أراه. أرفع كلتا ذراعي بغريزة بحتة. صوت اصطدام معدني هائل، وجسدي الضخم يقذف للخلف لأكثر من 10 أمتار. قدماي تحفران أخدودين عميقين في الأسفلت. 3 جروح عميقة بما يكفي لإظهار العظم تفتح في ذراعي. البرق حولي يتشتت. إذن هذه هي قوة ذروة المرحلة الثانية. والسيلفر مون لا يعرف الرحمة. يدور حولي بسرعة مذهلة ليصبح إعصاراً فضياً من شفرات الرياح يمزق جسدي بلا نهاية. في غضون لحظات أغرق في الدماء. بدأت رؤيتي تتشوش. فقدان الدم واستنزاف الطاقة. حركاتي تتباطأ أكثر فأكثر. هل هذه هي نهايتي حقاً؟ لا، لقد عدت للتو إلى الحياة. من المفترض أن أكون إلهاً. لدي عوالم لأغزوها. يبدو أن سيلفر مون قد مل. توقف على بعد 10 أمتار أمامي، وبدأ يجمع كرة ضخمة من طاقة الرياح الخضراء الباهتة على قرنه. هذه هي حركته القاضية، عاصفة تمزيق السماء. إذا أصابتني فأنا ميت. بينما أشاهد تلك الكرة تكبر وتكبر، يدخل عقلي في هدوء بلوري غريب. حالة حياة المضيف حرجة. تم اكتشاف موهبة خفية، إرادة لا تكسر. سلالة قديمة تتجاوب. تم تفعيل بروتوكول السحب الطارئ. سحب مقدما 50,000 نقطة سيادة مستقبلية. تأكيد. نفذ. ضع كل نقطة في القوة. صرخت بها في ذهني. تمت الموافقة على القرض. تمت زيادة جميع السمات مؤقتا بنسبة 200%. المدة دقيقة واحدة. الأثر الجانبي شلل لمدة 3 أيام بعد ذلك. في اللحظة التي أطلق فيها سيلفر مون كرة الرياح، أنا الذي كنت بالكاد حيا قبل ثانية رفعت رأسي. عيناي الوحشيتان المظلمتان تحولتا إلى لون أزرق رعدي متوهج. لم أتفادى الكرة، بل خطوت مباشرة نحو العاصفة التي كان من المفترض أن تدمر كل شيء. خطوة واحدة للأمام. جسدي يحترق. طاقة حيوية ذهبية تنطلق نحو السماء كشعلة إشارة، وتحطم عناصر الرياح حولي بقوة محضة. تحطم. دفعت بقبضتي إلى الأمام، كل الرعد مضغوط في نقطة واحدة عند طرف قبضتي، وانفجر. تم تحطيم كرة الرياح الخضراء بلكمة واحدة. الموجة الصادمة من الانفجار حطمت كل حاجز على الجسر. تحول الازدراء في عيني سيلفر مون إلى رعب في لحظة. لا يستطيع أن يفهم كيف انفجر دب كان على وشك الموت فجأة بقوة تفوق المرحلة الثانية. يريد التراجع، لكني لا أعطيه فرصة. مع تفعيل قوة الدفع المدفوعة، سرعتي الآن تتجاوز حتى سرعة سيلفر مون. أمسك بقرن سيلفر مون الثمين بيد واحدة،
وأضغط بالأخرى على جمجمته وأكسره. صرخة سيلفر مون تمزق الهواء. ذلك القرن المصنوع من عنصر الرياح الذي لا يدمر حطمته بيدي العاريتين، لكنني لم أنتهي بعد. أعتلي سيلفر مون وأمطر عليه اللكمات، كل لكمة تحمل وزن الرعد، كل لكمة يرافقها صوت تكسر العظام. الأرض تهتز، الجسر يئن، حتى أخيراً حل الصمت. رأس سيلفر مون انسحق في الخرسانة ولم يبق منه شيء، لا صوت لا حركة. عندها فقط توقفت ببطء، وما زلت أقبض على ذلك القرن المكسور، غارقا في الدماء ككائن زحف عائدا من الجحيم. جيش الوحوش عند رؤية ملكهم يسقط انهاروا على الفور، صرخوا في رعب وفروا شمالا كالجرذان المذعورة. انتهت الأزمة. نهضت أترنح، استدرت لأواجه حشد الناس خلفي. كانوا جميعا في حالة صدمة تامة. أردت أن أرفع لهم علامة النصر، لكن لم تكن لدي أي قوة. جسدي الضخم انهار على الأرض. في آخر لحظة قبل أن أغلق عيني ارتسمت ابتسامة على زاوية فمي. يا له من ثمن يستحق كل هذا العناء.